تعودنا وبنلاحظ احنا بكثير من الحالات انه احدهم بتناول اي دواء وبمسك شويه مي صغيره وبتناولهم. من اكبر الاخطاء الشائعه بتناول اي دواء بغض النظر عن الدواء شو ما كان. لازم نحط ببالنا قضيه مهمه جدا. الدواء لا يشرب الا مع الماء ولا شيء غير الماء. واثنين، كميه الماء يجب ان تكون كاسه مليئه، كاسه كامله. يعني بقصد بكاسه كامله انه احنا لازم نشرب 250 مل ورا حبه اي دواء شو ما كان. بنلاحظ بكثير من الاحيان احنا انه بنشرب الادويه، بنشرب شفه شاي وراها، او بنشرب شفه مي صغيره، او بعض الناس وهي الاخطر اللي بنحذر منها بشكل اساسي بيشرب عصير ليمون او عصير برتقال او اي عصير موجود. كلياتها هاي من الاخطاء الشائعه واللي قد تكون لها آثار سلبية كبيرة جدا يوم يتناولها المريض مع غير الماء. مشان هيك كقاعدة عامة أي دواء بنتناوله مهما كان شو ما كان يكون الدواء، واحد، لابد من إنه الدواء بنتناوله مع الماء. اثنين، كمية الماء لازم تكون 250 مل على الأقل. ما بصير أنا أتناول شفة واحدة وأسكت وخلص انتهى والدواء بيعطي مفعوله. أو بعض الناس ممكن يتناولوه على بدون أي سوائل. طبعا الهدف بهاي الأساس كثير من الأدوية ممكن أنها تلتصق بجدار المعدة وبالتالي تسبب لي مشاكل أنا بغنى عنها نتيجة تناولها بدون ماء أو بكمية قليلة من الماء. في كثير من الأدوية إذا تناولناها مع بعض المحاليل الحامضية، بنقصد بالمحاليل الحامضية هي عصائر الفواكه بشكل أساسي، وخصوصا أدوية الضغط. ندير بالنا لمرضى الضغط بشكل أساسي عندما تتناول دوائك دير بالك انك تتناوله مع اي عصير من عصائر الفواكه، برتقال، جريب فروت، تفاح، كلياتها ممكن انها تأثر على فعالية الدواء، على امتصاص الدواء. للاشتراك في قناتنا الطبية اضغط اشترك. لمعلومات طبية أخرى شاهد الفيديوهات التالية.